تعالي بقى اقولك ازاي تحولي الجبنه القريش لجبنه كريمي بمكون واحد بس. عايزه اقولكوا تحفه وفي منتهى الجمال، هتنفع معاكي في سندوتشات المدارس. وعايزه اقولك من ربع كيلو جبنه قريش وكوبايه حليب هتعملي حوالي كيلو من الجبنه الكريمي. تقدري تعمليها بالزيتون او بالبسطرمه او بالشيدر او بالقشطه، وتقدري كمان تعمليها ساده. تنفع معاكي في حشوه الحلويات زي ما بقولكوا كده، بتطلع بجد خطيره، هتنبهروا بجد من النتيجه. عايزه اقولك ان الجبنه دي بجد اقتصاديه وكمان مغذية للأطفال، وهنعملها بطريقة سهلة جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله. ليه بالغالي تشتريها وانت ممكن تعملي كمية كبيرة بأقل تكلفة، تقدري تستخدميها في سندوتشات المدارس. وعايزة اقولك كمان الحلويات بأسهل طريقة. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول ونجيب الكبة بتاعتنا او شفشق الخلاط. اول حاجة اجيب خرطة جبنة قريش، وطبعا يكون في ملح خفيف جدا جدا. هنزل عليهم بكوبايه من الحليب، هضيف عليهم 3 معالق كبار من اللبن البودر بالشكل ده كده. هبتدي بقى اضربهم كويس جدا لحد ما اتاكد ان الخليط كله تجانس ولف بقى بالشكل القمر ده كده. طبعا الجبنه عندي سايله زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اجيب ربع كوبايه من الزيت، وعايزه اقولك الخطوه دي مهمه جدا لان طبعا مش هننزل بيها مره واحده، هننزل بيها سرسوب سرسوب بالراحه كده، علشان طبعا الطريقه دي هي اللي بتخلي الجبنه تتكتل معايا وتبقى بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. شايفين القوام الجبنه بسم الله ما شاء الله قد ايه ربط وتماسك وبقى بالشكل القمر ده كده وزي ما انتم شايفين. بعد ما ضفت بقى كميه الزيت اللي عندي وضربتها، ده بقى قوامها النهائي زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. دي بقى الجبنه اللي تقدري تستخدميها في الحلويات زي ما انت شايفه كده. طبعا انا عايزه طعمها واخليها بالقشطه. هضيف لها 3 معالق كبار من القشطه البلدي زي ما انتم شايفينه، عشان يبقى عندي جبنه كريمي بالقشطه. طبعا لو انت سيبتيها ساده مفيش اي مشكله خالص، هتبقى جبنه كريمي عاديه لو انت حباها من غير اي نكهات او اطعمه زي ما انت شايفه كده. طبعا انا علشان حباها تكون دسمه اكتر ضفت لها 3 معالق كبار قشطه بلدي، علشان تبقى الجبنه بالقشطه زي ما انتم شايفين كده. اقدر استخدمها في صوص البشاميل واي صوص عندي او السندوتشات او الحلويات. عايزه اقول لكم بجد تحفه. شايفين قوام الجبنه قد ايه جميله جدا. شايفين الكميه طالعه بجد محترمه. عملت علبتين زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله بالشكل ده كده. تعالوا بقى نعيد نفس الخطوات اللي احنا عملناها مع بعض. هجيب خرطة جبنة قريش، وهجيب كوباية من الحليب، 3 معالق كبار من اللبن البودر. هنا بقى عايزة جبنة بالشيدر. جبت بقى كوباية من الشيدر زي ما انتم شايفين كده، وطبعا ده شيدر مفروم، جبنة شيدر انا فرمتها كويس جدا وضربتها بالشكل القمر ده كده زي ما انتم شايفين اهو. هضيف عليها ربع كوباية من الزيت، وطبعا مش هنزل بيه مرة واحدة، هنزل بيه سرسوب سرسوب علشان الجبنة تتماسك معايا وتبقى بالشكل القمر ده زي ما انتم شايفين. وبكده بقى اصبحت جاهزه معايا، وبقى عندي جبنه كريمي بطعم الشيدر زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله قد ايه قوامها تقيل جدا بجد تحفه. ولسه كمان ما دخلتش التلاجة، هتتماسك اكتر وهتبقى في منتهى الجمال. وطبعا علشان اميز الاطعمه عن بعضها هحط على وشها بقى جبنه شيدر مبشوره بالشكل ده كده، وبقى عندي جبنه كريمي بطعم الشيدر خطيره. عايزه اقول لكم يا سلام عليها في سندوتشات المدارس بجد تحفه. تعالوا بقى كده نعمل النكهة المستحبة لقلبي. هجيب خرطة جبنة قريش، وطبعا كوباية من الحليب، 3 معالق كبار من اللبن البودر. عايزة اقول لكم الخطوات قد ايه سهلة وبسيطة وكلنا حفظناها. وطبعا زيتون مخلي مفروم. عايزة اقول لكم بجد الجبنة بطعم الزيتون دي بتبقى في حتة تانية خالص، وقد ايه طعمها في منتهى الجمال. وطبعا ربع كوباية من الزيت، وزي ما اتفقنا في نفس الخطوات اللي فاتت هننزل بيها على مراحل، مش هننزل بيها مرة واحدة، لان دي اللي بتخلي الجبنة تتماسك معايا بالشكل القمر ده كده. وبعد ما ضربتها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، عايزه اقول لكم الله على طعم الجبنه دي بجد مختلف. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله قد ايه طعم الزيتون باين فيها، وكمان ريحتها كده مميزه. حتى لو انت ما حطيتيش على وشها زيتون ولا حاجه، ريحتها معروفه كده وريحتها بجد خطيره. بقى عندي جبنه كيري بطعم الزيتون. وعايزه اقول لك كمان يعني حاولي تجيبي الجبنه القريش عادبه على قد ما تقدري، علشان طبعا لما تضيفي لها الزيتون ما تبقاش حادقه معاكي بزياده زي ما انت شايفه كده. كل ما تكون عادبه كل ما يطلع معاكي النتيجه تحفه زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم قوامها بجد تحفه، ولسه ما تخش التلاجة هتتماسك اكتر واكتر. وعايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله خرطه الجبنه القريش وكوبايه الحليب عملت لي علبتين كبار زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. لو انت بتجيبيهم من بره هيكلفوكي كتير جدا، واقل حاجه العلبه هتقف عليكي ب50 جنيه. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله انا عملت حوالي 4 علب كبار من الجبنه الكريمي زي ما انتم شايفين كده باطعمه مختلفه بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. ومكلفنيش الا 3 خرط بس جبنه قريش، زي حوالي كيلو الا ربع من الجبنه القريش. زي ما انتم شايفين دخلتهم التلاجة حوالي ساعتين بالظبط، وبعد الساعتين زي ما انتم شايفين كده تماسك وبقى بالشكل القمر ده. شايفين قوام الجبنه بعد ما قعدت في التلاجة بالظبط ساعتين
عايزه اقول لكم الله على الجمال. اعمليها بقى لسندوتشات المدارس وجهزيها وحطيها في التلاجة. عايزه اقول لك بجد خطيره، اولادك هيفرحوا بيها جدا ويحبوها. غيروا لهم في السندوتشات علشان ما يزهقوش منها زي ما انت شايفه كده. وطبعا الخطوات قد ايه سهله وبسيطه، وتقدري بقى تكرري نفس الخطوات دي بنفس الطريقه في اطعمه تانية مختلفه لو انت عايزاها بالبسطرمه او بالسوسيس. عايزه اقول لكم بجد بتبقى في منتهى الجمال. شايفين قوام الجبنه الشيدر بعد ما قعدت في التلاجة تماسكت ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، بجد تحفه. شايفين الجمال والحلاوه؟ اعمليها في البيت صدقيني مش هتكلفك زي ما بتيجي من بره، اقتصاديه جدا جدا، غير انك ضامنه اللي انت حاطاه فيها يعني زي ما انت شايفه كده. الله على الجمال، شايفه بسم الله ما شاء الله. وعايزه اقولك كمان انا مش محدده لك يعني في الشيدر اي كميه عندك حطيها، في الزيتون نفس الكلام، يعني اقتصاديه 100%. وعايزه اقول لكم يعني خطوات سهله جدا وتتحفظ بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده، وتقدري تعمليها في شفشق الخلاط هيطلع معاكي نفس النتيجه طبعا زي ما انت شايفه اهو. بسم الله ما شاء الله. شايفين قوام الجبنه الكريمي اللي احنا عملناه مع بعض بالقشطه؟ دي بقى تقدري تستخدميها كده على البيتزا. عايزه اقول لكم تبقى تحفه. تقدري تستخدميها كده في صوص البشاميل، تقدري تستخدميها في حشوة الحلويات. عايزة اقول لكم الله على الجمال. شايفين تماسكت ازاي وقوامها بقى قد ايه جميل؟ اعمليها بقى في سندوتشات المدارس لاولادك بالشكل القمر ده كده. مفيش احلى ولا اجمل من كده. يكفي ان انت عاملاها في البيت وضامنه اللي انت حاطاه فيها. شايفين الجمال والحلاوه؟ شايفين بسم الله ما شاء الله قد ايه بجد خطيره وتحفه. عايزه اقول لكم العلبه دي بجد انا بجيبها مش اقل من 50 جنيه. عايزه اقول لك كيلو الجبنه القريش مش غالي ولا حاجه، وتقدري تطلعي منه عايزه اقول لكم يعني نكهات واطعمه كتير جدا جدا، هتقعد معاكي فتره كبيره جدا جدا طول فتره المدارس. وبكده الفيديو بتاعنا انتهى. زي ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.